السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا سابقا أن خسارة المسلمين لمعركة أحد قد جرأت عليهم قبائل المشركين، فطمعوا بهم وأخذوا يكيدون لهم. وكان من ذلك كما ذكرنا في حلقة سابقة أن خالد بن سفيان الهذلي كان يعد لجيش ويجهزه ليغزو به المدينة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فقتله وأفشل خطته وشتت جمعه. وبعد ذلك بأيام قليلة تعرض المسلمون لفاجعة مؤلمة، حيث غدرت قبيلة بنو لحيان وقتلوا 10 من الصحابة ثأرا لمقتل سيدهم خالد الهذلي، وهي الحادثة التي سميت سرية الرجيع. ثم بعد ذلك بأيام قليلة تعرض المسلمون لفاجعة أشد إيلاما وأكثر وجعا، حيث غدر عامر بن الطفيل ومعه قبائل بنو سليم رعل وذكوان وعصية، وقتلوا 70 من خيرة الصحابة وهم سرية القراء في الحادثة التي سميت فاجعة بئر معونة. ثم بعد ذلك بأيام قليلة وصل الغدر ليطال شخص النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، حيث تعرض لمحاولة قتل ممن يسكن معه في المدينة وله معهم عهد وميثاق، وهم قبيلة بني النضير الذين حاولوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، لولا عناية الله به الذي أخبره بالوحي فأنقذه من شرهم. ثم بعد ذلك انقلب الأمر وبالا عليهم، فدفعوا ثمن ذلك غاليا، وانقلب الأمر لصالح المسلمين ولصالح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نصرا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. تابعوا معنا تفاصيل هذه الأحداث. كنا في الحلقة السابقة مع أحداث فاجعة بئر معونة، وذكرنا أن عمرو بن أمية الضمري قد أطلقوا سراحه بعد أن أسروه، ثم لما كان عائدا إلى المدينة صادف رجلين من بني عامر في طريقه فقتلهما، ولم يكن يعلم أن الرجلين معهما عقد وجوار من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع دية الرجلين. ومن أجل دفع دية الرجلين كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الدية من حلفائه في المدينة، فقرر أن يستعين ببني النضير، وذلك كونهم ملزمون بدفع الديات مع المسلمين بموجب الوثيقة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تنظم شؤون أهل المدينة من مسلمين وغير مسلمين. وهم أيضا بني النضير هم حلفاء قبيلة بني عامر التي ينتمي لها القتيلين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعين ببني النضير على دفع دية الرجلين، ذهب ومعه مجموعة من الصحابة حتى وصل إليهم، فاستقبلوه بحفاوة وترحاب. فلما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوه بدية الرجلين قالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك بما أحببت مما استعنت بنا عليه، اجلس هنا حتى نكرمك ونجلب لك ما طلبت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره على جدار أحد بيوتهم، ومعه مجموعة من الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فلما ذهب زعماء بني النضير على أساس أنهم سيجلبون المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خلا بعضهم ببعض قال أحدهم: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، أيكم يصعد إلى سطح هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه. فانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال: أنا لها. فقال لهم أحد كبرائهم وهو سلام بن مشكم: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. سبحان الله، هم يعلمون حق العلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحي يأتيه من السماء، ولكن غلبت عليهم طبيعة الغدر، فمضوا بخطتهم ولم يستمعوا لكلام سلام بن مشكم.
فلما صعد عمرو بن جحاش إلى سطح البيت يلقي الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل عليه السلام من فوره بأمر الله عز وجل، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هموا به من الغدر. وفي رواية أخرى يقال أنهم أتوا إلى رحى كبيرة عندهم وأخذوا يتعاونون عليها ليرفعوها إلى سطح البيت، فأمسك الله عز وجل أيديهم عنها ولم يستطيعوا أن يحركوها، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هموا به من الغدر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره وغادر المكان متظاهرا أنه قام لقضاء حاجة. فلما طال غيابه عليه الصلاة والسلام ولم يرجع، قام الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عليه في كل مكان وهم قلقون أن يكون قد أصابه مكروه، فصادفوا رجلا آت من المدينة فسألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه رآه قد دخل إلى المدينة، فلحقوا من فورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إليه، فأخبرهم بما هم به القوم من الغدر، ثم أمر المسلمين بالتجهز لحربهم والمسير إليهم. وقبل أن يسير الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم بالكتائب، أرسل إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال له: قل لهم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكم: اخرجوا من المدينة فلا تساكنوني فيها، إنكم نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر، وإني أجلتكم 10، فمن رأيت بعد ذلك ضربت عنقه، أي أعطاهم مهلة 10 أيام حتى يخرجوا، فمن بقي بعد 10 أيام يقتل. فلما سمعوا هذا الكلام لم يستطيعوا أن يردوا جوابا إلى محمد بن مسلمة، إلا أنهم قالوا له: ما ظننا أن يأتينا رجل من الأوس بهذا الكلام، وذلك كونهم كانوا حلفاء مع الأوس قبل مجيء الإسلام. فقال لهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه: لقد تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. فلما علموا جدية الأمر أخذوا يتجهزون للرحيل، فأرسل إليهم أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، أرسلوا إليهم رجلين منهم وهم سويد وداعس، فقالوا لهم: اثبتوا وتمنوا ولا تخرجوا، فإنا لن نسلمكم، فإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، وإن معي 2000 من العرب يدخلون معكم إلى حصونكم ويقاتلون معكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم، وتنصركم أيضا قريضة وحلفاؤكم من غطفان. فلما سمع زعماء بني النضير بهذا الكلام عادت إليهم ثقتهم بنفسهم وتشجعوا وقرروا أن لا يغادروا. ثم أرسل زعيمهم حيي بن أخطب، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول له: إنا لن نترك ديارنا ولن نخرج منها، فاصنع ما بدا لك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كبر وكبر معه المسلمون، ثم قرر أن يسير إليهم بالكتائب. انتهت مهلة الأيام 10 التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النضير ولم يغادروا المكان، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إليهم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة 4 للهجرة، وحاصرهم 6 ليال. هناك بعض الروايات تقول أنها 15 ليلة، ولكن أرجح الأقوال أنه حاصرهم 6 ليال. فتحصن بنو النضير في حصونهم وهم واثقون من أنهم قادرون على البقاء مدة طويلة داخل الحصار، فهم لديهم داخل حصونهم الكثير من ينابيع الماء، ولديهم ما يكفي من المؤن والطعام لمدة طويلة، وهم ينتظرون أيضا المدد الذي وعدوا به من المنافقين. ثم أنهم اعتلوا حصونهم وأخذوا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة وهم متسترين خلف مزارعهم ونخيلهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها، فأخذوا يصرخون: يا محمد، لقد كنت تنهى عن الفساد وتعيب على من صنعه، فما بال تقطيع النخل وتحريقها؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذ هذا الأمر فسادا، ولكن للضرورة الحربية،
فهو بذلك يحرمهم من الستار الذي يتسترون خلفه ويؤذون المسلمين، وهو أيضا يحرمهم من مصدر رزقهم الذي يتعلقون به، وأيضا يظهر لهم جديته وعزيمته على محاربتهم حتى يخرجوا من حصونهم ويغادروا المدينة، وبذلك يبث الرعب في قلوبهم. فلما رأوا الأمر وجدية الرسول عليه الصلاة والسلام في حربهم وانتظروا ولم يأتهم المدد الذي وعدوا به، فدب اليأس في قلوبهم وأخذ الرعب منهم كل ما أخذ، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم حتى يخرجوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة، أي بدون سلاح، الحلقة هي السلاح. فأخذوا يعدون أنفسهم للرحيل، وبذلك أخذوا ينقضون بيوتهم ويخربونها ويستخرجون ما بها من أخشاب وأعمدة وشبابيك وأبواب ويحملوها على إبلهم، ثم الذي لا يستطيعون حمله معهم أخذوا يخربونه حتى لا يستفيد المسلمون به من بعدهم، وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة، حتى أن سيدهم سلام بن أبي الحقيق وحده حمل جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة. وكان يشرف على عملية رحيلهم وإجلائهم محمد بن مسلمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا أمتعتهم على 600 بعير، وساروا ومعهم النساء والأولاد، وهم يعزفون بالدفوف والمزامير وترقص خلفهم القيان، وهم يسيرون في موكب كله زهاء وفخر، وذلك حتى لا يشمت بهم المسلمون. فسار أغلبهم إلى خيبر، ومنهم زعماؤهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فدان لهم أهل خيبر لمكانتهم فيهم، وسار البعض منهم حتى وصل بلاد الشام. طبعا لم يسلم من بني النضير سوى رجلين، وهما يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب، أسلما فحفظا أموالهما وبقيا ولم يرحلا. يروي ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين بن عمير: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك مما هم به من شأني؟ وابن عمه هو عمرو بن جحاش لعنه الله، الذي كان يريد أن يلقي الصخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتروي الروايات أن يامين بن عمير قد جعل لرجل جعلا، أي أعطاه مبلغا من المال حتى يقتل له عمرو بن جحاش، ويقال أنه قتله لعنه الله. وبعد خروج بني النضير كانت الأموال التي تركوها من أراض ومزارع وأنخيل وسلاح كلها من الفيء الذي أفاء به الله عز وجل على رسوله الكريم يضعه حيث أراه الله، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين دون الأنصار، إلا رجلين من الأنصار، وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة، ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم فقرا فأعطاهما. كان أهل المدينة من الأوس والخزرج قبل قدوم الإسلام لديهم عادة أن المرأة التي لا يعيش لها الولد، أي يأتي أول ولد فيموت والثاني والثالث وهكذا، كانت إذا يموت لها الولد تحلف وتنذر أنه إذا عاش لها ولد أنها تهوده، أي تجعله يهوديا. وبهذه العادة أصبح الكثير من الأوس والخزرج يعيشون مع اليهود، وخاصة بني النضير، فهم يهود ولكن لهم أخوة وأقارب من الأوس والخزرج. فلما هم بنو النضير بالرحيل أتى الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أبناءنا وإخواننا معهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيروهم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم. فلما خيروهم اختاروا كلهم أن يبقوا مع بني النضير، فخرجوا ورحلوا معهم. ولغزوة بني النضير يذكر بعض المحدثين سببا آخر غير الذي ذكرناه. روى أبو داود وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهما أن
قريش أرسلت إلى بني النضير وقالوا لهم: إنكم أهل الحصون وأهل الحلقة، أي لديكم الحصون ولديكم السلاح، وإنكم لتقاتلن صاحبنا، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا. فلما وصلت هذه الرسالة إلى بني النضير عزموا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: اخرج ومعك 30 من أصحابك، ويخرج إليك 30 من أحبارنا، فيلتقون في مكان بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا واتبعناك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 30 من أصحابه، وخرج منهم 30 حبرا ليلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبثوا أن قال بعضهم لبعض: كيف تصلون إليه ومعه 30 من أصحابه، كلهم يحب أن يموت قبل أن تصلوا إليه. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ اخرج إلينا ب3 من أصحابك، ويخرج إليك 3 من علمائنا، فيستمعوا إليك، فإن صدقوك وآمنوا بك صدقناك وآمنا بك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 3 من أصحابه، وخرج منهم 3 من الأحبار ومعهم الخناجر يخفونها تحت ثيابهم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو من الأنصار، فأخبرته بالخبر، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه قبل أن يصل إليهم، فأخبره بما هم به القوم من الغدر. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره، فلما كان الغد سار إليهم بالكتائب وحاصرهم حتى أجلاهم. نزل في بني النضير سورة الحشر كاملة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يسميها سورة بني النضير. وذكر الله عز وجل في سورة الحشر ما أنزله على بني النضير من نقمته، وكيف أنه سلط رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكيف أنهم خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأيضا ذكر أنه لولا أنه كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك يذكر الله عز وجل أحكام الفيء التي أفاء بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تركوا خلفهم من أموال ومزارع. وأيضا يوافق فيها الله عز وجل ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقطيع النخل وتحريقها، وأنه كان بأمر الله وإذنه، وذلك ليلقي الرعب في نفوس أعداء الله ويخرجهم مهزومين خاسئين. ويصف الله عز وجل في سورة الحشر وعد المنافقين وكذبهم، وكيف أنهم وعدوا بني النضير ليساعدوهم ويقاتلوا معهم، ثم أخلفوا وعدهم وشبههم بالشيطان الذي يأمر الإنسان بالكفر، ثم إذا كفر تبرأ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.